مساء الفل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده انا هحكي لك عن مصاريف المعيشه هنا في التشيك، ودي هتكون من واقع تجربتي الشخصيه هنا. لما جيت هنا التشيك اول مره كان في دايما سؤال واحد في دماغي، وهو الفلوس اللي معايا دي هتكفيني فعلا لاخر الشهر، ولا انا هيجي عليا اخر الشهر واكل اندومي؟ مش عارف. النهارده انا مش هقول لك على اي ارقام وخلاص، مش هديك ارقام جافه، انا هحكي لك هنا من واقع تجربتي الشخصيه ومن مصاريفي انا الشخصيه، من اول ما وصلت المطار وانا معايا دولار لحد لما حولت الدولار بتاعي كورونا، ورتبت كل مصاريفي من اكل لترفيه سكن مواصلات. كل حاجه انا هقولها لك هنا هتكون واقعيه 100% ومن تجربتي انا الشخصيه، فتابع معايا وكمل الفيديو للنهايه. اول ما وصلت على طول ما صرفتش اي دولار معايا، رحت على طول على البنك وفتحت الحساب على طول هناك، والحساب ما خدش غير 4 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي. ولما خلصت سالتهم هو الكارت هيوصل امتى؟ هو انا لازم اجي استلمه من هنا؟ فقالوا لي لا طبعا، الكارت هيوصل لك على السكن بتاعك في خلال 10 ايام عمل، ومش لازم تيجي تستلمه انت. انا ذهلت، 10 ايام؟ طب وهاكل منين؟ هصرف منين؟ هجيب احتياجاتي ازاي؟ انا مش معايا كارت وانا مش هيبقى معايا كاش، هعمل ايه؟ قالوا لي ولا يهمك، كل حاجه هنا بتبقى بالابلكيشن بتاع البنك. وانس اللي انت عملت الاكونت ونزلت الابلكيشن بتاع البنك، خلاص انت ممكن تربط الكارت بتاعك من على الابلكيشن بتاع البنك، الابلكيشن في جوجل باي او في الابل باي، وتدفع من الموبايل. يعني الموبايل اللي هيكون في ايدك ده هيكون بمثابه الكارت بتاعك. ساعتها حسيت ان الموضوع بسيط جدا، ايه ده، ايه السهوله دي، احنا ما كانش عندنا كده، وان انا مش محتاج النسخه الفيزيكال. وانا فعلا بدات اصرف واستخدم الموبايل. نيجي عن نقطه تحويل العمله، زي ما انت عارف، انت لما بتطلع من مصر بتطلع بدولار او بتطلع بيورو، انت هنا ممكن تعمل لهم ايداع، تعمل بالدولار او تعمل ايداع باليورو. طيب مش دي المشكله، المشكله انت هتعمل ايداع فين؟ البنك اللي انا فتحت فيه الاكونت بتاعي، البنك ده ما فيهوش كاش ديسك. الكاش ديسك ده اللي هو ممكن تعمل فيه ايداع للفلوس بتاعتك، فانا رحت فرع تاني علشان اقدر اعمل ايداع بتاعي. بس وانا جوه الفرع فكرت في نقطه، طب انا ليه احول في البنك وما اروحش احول في اي صرافه بره؟ إيه اللي هيخليني اضمن البنك عن الصرافه؟ هديك سببين: ان البنك هنا هيديك نسبه اعلى من الصرافه، السبب التاني ان البنك اضمن من اي صرافه بره. انا مش ضامن هنا الصرافات، ممكن تديني عمله مش شغاله، او ممكن تديني عمله قديمه، او ممكن تديني اصلا عمله مضروبه، فانا ما اعرفش، انا مش هغامر وانا ما كانش معايا فلوس كتير. فانا الافضل ليا اللي انا اغيرهم في البنك. وفعلا البنك عطاني نسبه اعلى من نسبه الصرافه، اي نعم هي مش عاليه كتير بس مش هتفرق كتير، المهم اللي انا مطمن. ضربت عصفورين بحجر واحد، غيرت العمله بتاعتي وفي نفس الوقت عملت لهم ايداع، فانا كده فلوسي اتغيرت كلها بامان وانا مطمن، واتعمل لها ايداع. السكن، انا قبل ما اجي كنت حاجز هنا في سكن طلبه، الاوضه اللي انا كنت حاجزها كنت بدفع لها 7000 كورونا، بس انا الاوضه بتاعتي كانت اوضه دبل، انا مش فارقه كتير، انا كده ولا كده هقدر اتعايش. الاوضه كانت بسيطه جدا بس في نفس الوقت عمليه جدا. انا عندي مطبخ مش كبير، مطبخ صغير بس كده ولا كده بيساعدني، اقدر اطبخ فيه، اقدر اعمل اي حاجه فيه، اقدر اعمل شاي فيه، اقدر اعمل قهوه فيه. دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. لو انت هتسكن في سكن جامعه، فسكن الجامعه ده بيفرق معاك كتير قوي وبيوفر لك كتير برضه. ممكن تلاقي سكن جامعه هنا يبدا معاك من 3000 ونص كورونا وتاخد اوضه برضه دبل. ممكن تلاقي في نفس السكن ده اوضه سنجل ب 7000 كورونا، مفيش مشكله. ممكن تاخد سكن بره او اوضه بره، بس هتبقى زياده عليك شويه في المصاريف. الزياده هنا هتنط معاك ل 10000 كورونا، 12000 كورونا. لو انت بقى ربنا كرمك وعايز تاخد استوديو صغير، ممكن تاخد الاستوديو الصغير ده ويكون ايجاره في الشهر 20000 كورونا. خلي بالك الايجارات هنا غاليه، بس كله برضو علشان انت في العاصمه، وكله برضو على حسب المنطقه اللي انت هتأجر فيها. الاكل والشرب هنا، عايز اقول لك على حاجه، انا اول ما نزلت هنا انا خدت عهد على نفسي ان انا مش هشتري حاجه من بره، لسببين: انا برضو عايز اوفر فلوس في الاول، ان انا عليا مصاريف كتيره، وفي نفس الوقت انا مش ضامن الاكل اللي بره ده هو نضيف ولا مش نضيف، فانا ما بحبش اغامر. الاكل في السوبر ماركت بيكلفني هنا فرنش 3000 كورونا ل 5000 كورونا كل شهر، وانا فرد لوحدي. انا هنا بقدر اشتري كل حاجه، من بروتين، من فراخ، من سمك، من لحمه، من بيض، من لبن، من عيش، من كل حاجة أنا نفسي فيها. لو أنت عايز تاكل في المطعم، فأقل سندوتش كباب أو هو شاورما مثلا يعني هيكون 140 كورونا، والكواليتي بتاعته بتكون ضعيف. لو أنت هتاكل كواليتي كويسة فأنت هتدفع 180 كورونا للسندوتش. طب أنت لما تاكل 3 وجبات هتضرب ال 180 في 3، هتكون في اليوم بتصرف لك 540. وده بند واحد بس، بند الاكل، بند الكباب. طب لو نفسك راحت لمشاوي، لو نفسك راحت انت تروح مطعم وتاكل فيه، هتدفع كام؟ عارف هتدفع كام؟ هقول لك. اقل وجبه لو انت هتاكل حاجه كويسه
تدفع لك 400 قرون مستريح. فكلمه السر هنا بقى هتكون ايه؟ اكس دي اللي هو العروض. اي حاجه هنا بتنزل عليها عروض، تنزل عليها عروض حتى 50%، مش مشكله، هات وشيل عندك، وانت كده ولا كده انت اللي مستفيد. اول ما تلاقي حاجه عليها عرض اشتريها. وخلي بالك ان كل اسبوع هنا بتبقى فيه عروض، وعروض كتير قوي قوي قوي. المواصلات هنا زي ما قلت في الفيديو اللي فات جديده ونظيفه جدا ورخيصه جدا جدا جدا. اول ما وصلت هنا فلقيت نفسي انا مش عايز اصرف كتير في المواصلات. فايه افضل حل ليا؟ ان انا كان سني معدي ال 30 سنه بس انا برضو طالب، فخلاص لقيت ان افضل حل ليا ان انا هقطع اشتراك سنوي. الاشتراك السنوي ده كلفني 3600 كورونا. 3600 كورونا دول ولا حاجه، انا بستعمل في اليوم الباص والمترو والترام يمكن 4 ولا 5 مرات رايح جاي. انا كده ولا كده انا الكسبان. لو انا عملت اشتراك شهري هدفع لي 500 كورونا. 500 كورونا في 12 شهر يبقى انا دفعت لي 6000 كورونا. انا هنا فعلا وفرت النص لما عملت اشتراك 3600 كورونا. ولو انت طالب تحت ال 26 سنه انت الاشتراك بتاعك هيكون ب 1500 كورونا، يعني ولا حاجه. التامين الصحي يا وحش. طبعا انت عارف ان هنا لازم التامين الصحي بتاعك تشتريه، ودي حاجه اجباريه. فما تشتريش من اي شركه رخيصه وخلاص وتقول انا مش هستعمله. لا 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 لا، انسى الموضوع ده. مفيش حاجه هنا اسمها الرخيص وانا مش هستعمله. كل شركه هنا بتبقى ليها مميزات وليها عيوب. كل شركه هنا بتغطي حاجات معينه. في شركات ما بتغطيش عمليات، في شركات ما بتغطيش كسور لا قدر الله، في شركات ما بتغطيش اصلا الكشف بتاعك عند الدكتور. فنصيحة مني ما تسترخص. لو انت عايز هنا شركة كويسة، هنا بيبقى فيه عروض حلوة جدا قوي في الشركات. الشركات هنا كلها بتنافس بعض، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لك ان انت هتقدر تاخد افضل عرض. وهتعمل مقارنة بين الشركات قبل ما تاخد العرض ده او قبل ما تختار العرض ده. ممكن هنا تجيب عرض لمدة 12 شهر ب 10000 كورونا. ممكن تجيب كمان برضو هنا عرض 12 شهر ب 6000 كورونا. بس الفرق هنا بين الشركة، الفرق هنا الشركة هتكفر ايه ومش هتكفر ايه. المصاريف الإضافية بقى، الموبايل. هقول لك على حاجة، خط الموبايل بتاعك هنا الثلاث شركات اللي موجودين هنا في التشيك بيعملوا عروض، وعروض حلوة جدا جدا جدا. انت ممكن ب 450 كورونا في الشهر تاخد unlimited data, unlimited calls, unlimited SMS عادي جدا. انا علشان هنا طالب ومعدي ال 30 سنه، فانا الخط بتاعي اشتريته ب 700 كورونا، بس كان كل حاجه فيه كانت unlimited. ولما كملت سنه اتصلت بالشركه وقلت لهم يعملوا لي خصم، فعطوا لي الخط ب 500 كورونا وضعفوا لي الباقه بتاعتي. بس نصيحتي ليك، وفر الفلوس دي في الاول لحد لما تلاقي شغل، علشان بعد كده السنه الجايه انت ملزم بمصاريف الجامعه، ملزم بمصاريف التامين، ملزم برضو ان يكون عندك حساب في البنك يتخطى 115 الف كورونا علشان التجديد بتاع السنه الجديده. خلاصة المصاريف الشخصية بتاعتي هتكون كالآتي: 7000 كورونا سكن كل شهر، 5000 كورونا المصاريف بتاعت الأكل كل شهر، 300 كورونا مواصلات كل شهر. يعني أنا كل شهر بطلع الالتزامات بتاعتي بتكون حوالي 13 ل 14 ألف كورونا. ده غير بقى الخروجات. يعني لو حسبت الخروجات بتاعتي كل شهر بصرف لي 18 ألف كورونا. مش حاجة، خلي بالك إن ده مش رقم هنا. لو أنت اشتغلت هنا أنت ممكن تاخد أكتر من كده وتصرف أكتر من كده، وكله بيعتمد على مصاريفك انت وانهي مستوى من المصاريف حابب تصرفه او حابب تكون فيه. ودي كانت حكايتي مع مصاريف انا الشخصيه من اول يوم لحد ما رتبت نفسي. ودلوقتي بقى جه دوري اسالك، لو انت سافرت اي بلد جديده ايه اول حاجه هتصرف عليها؟ الاكل، الموبايل، السكن، ولا المواصلات؟ اكتب لي تحت في الكومنت. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. انت هنا مش لوحدك. سلام.